صباح العسل يا جماعه، عاملين ايه؟ عايز اقول لكم الفيديو ده انا بادئه من قلب الجامعه بتاعتي. النهارده انا في القاهره ان شاء الله، وعندي كام مشوار، والمفروض ان انا رايح البيت عندنا برضه. عندي مشاوير كتير جدا المفروض اعملها النهارده، فادعوا لي بقى ان شاء الله ربنا يوفقني كده ويوفق الجميع يا رب. واهم حاجه ما دام معانا في الفيديو دلوقتي ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه. طبعا احنا بقالنا ايام مش بننزل فيديوهات كتير بسبب ان طبعا عشان الدراسه وكده، فما بنعرفش ننزل لكم فيديوهات كتير يعني، عشان انا بروح الجامعه ونقرا في ثانوي كده يعني. انتوا عارفين الكلام ده، انا مش محتاج اقوله يعني. المهم انا هعمل شويه حاجات في الجامعه النهارده اخلصها كده، واي حاجه هعملها النهارده هشاركها معاكم. الناس بسيطه قوي اللي موجوده هنا النهارده، لسه الدراسه ما ابتدتش، الجامعه فاضيه خالص خالص، مفيش حد هنا خالص. الحمد لله خلصت كده كل الحاجات اللي جيت فيها للجامعه، خلاص لسه مخلص اخر حاجه دلوقتي. اتحرك ان شاء الله عشان خاطر في كذا حاجه عايز اعملها، وفي حاجه حلوه جدا 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 عايز اعملها برضو يعني، هتبسطكم جدا وهتبسطني وكل حاجه يعني. بما اني رايح البيت عندنا بقى دلوقتي، فانا هجيب شويه حاجات لستي كده يعني. عايز اقول لكم الحاجات دي هتفرحها جدا، الناس الكبيره كلها بتحب الحاجات دي جدا، اللي هي الكيكيهات والحاجات الطريه دي. تدعي لنا دعوتين حلوين كده، دعوتهم من هنا للسما على طول. انا في الماركت دلوقتي، فنشوف بقى شويه كيكيهات وحاجات طريه كده نجيبها وتكون حلوه. نجيب لستي شويه كيكات حلوه كده عشان هي بتحب الحاجات دي جدا جدا. ممكن نجيب لها دي، نمسك دول كده، نجيب كيكه دي حلوه برضه. نجيب برضه عصير، العصير ده انا بحبه جدا، فايه هكتر منه عشان انا بحب العصير ده جدا. ثواني هجيب لسه. وممكن نجيب لها زبادي هتدل ماشي، وهتعصير بالتفاح. عايز اقول لكم شويه الحاجات دي هتفرح بها جدا جدا، ويعني دعوتها من هنا للسما على طول، عشان احنا محتاجين دعوات كتير بصراحه. تسلم يا صاحبي. عايز اي حاجه كده؟ احنا جبنا الطلبات كلها وكده زي الفل. وصلت البيت اهو، انا سامع الصبيه جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا زوز، ازيك يابا؟ حبيبي عامل ايه؟ الله يسلمك. لسه واصل دلوقتي ولا ايه؟ لسه جاي من الجامعة دلوقتي. الله يصلح حالك. ازيك يا ست؟ اهو زي عمالة تقول زياد ما جاش ليه؟ عاملة ايه يا ست؟ انا اهو. انا هاتي بوز. سلم عليك، تعالى جنبها عشان احط كوبايه الشاي. استنى انا اجي اقعد جنبك دلوقتي. الله يبارك لك يا ست. يا رب ينجحك ان شاء الله. قاعد عمال اسمع عليها اهو من الصبح اهو، من الصبح والله. كويس انت جيت والله من الصبح يتقال بيجيب لي قرآن. اخواتك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. انت عارفه انا جايب لك كيكه، بتحب الكيكه؟ لا زعق عشان انا مش سامع. بقول لك بتحب الكيكه يا ستي. بيقول لك جايب لك كيكه. ايوه جايب لك كيكه. جايب لك كيكه، حاجه حلوه. تسلم يا حبيبي. بتحبيها؟ يا بحب. بتحب الكيكه؟ ولا احب الكيكه ولا حاجه. هي بتحبك انت يا عم زياد. هي لسه بحبك انت وكلك. انا بموت فيك يا ست وربنا. ادي بوسه. انت يا اخويا، انت اللي حلو. طب استني هفتح لك كيس عسل دلوقتي. ربنا يبارك لك ويخليك انت واخواتك. امين ربنا يا رب يبارك لك يا ست. العالمين. جبت بنت صغيره. شوف ادعي لي يا ست، ادعي لي كتير بالله عليك. والله يا ابني بتدعي لكم والله، بس مفاجاه جميله والله يا زوز دي والله. بنزل على الجامعه فبخلص برجع لي هنا بقى قبل ما بروح. ربنا يبارك لك. كويس والله، ده انا بقالي ساعه عمال احاول اقص ضوافرها غلبتني. بجيب لك قرآن اهو. ابويا بيعرف يقص ضوافرك؟ بيقصها حلو ولا بيعورك؟ يلا بيجي يلا بقى. يلا بقى. مين اللي بيقص لك ضوافرك ياما؟ مين اللي بيقص لك ضوافرك؟ اخوه ابوك. مين يا ابني؟ يعني بيوسعها حلو ولا بيعورك يا ست؟ والنبي بيعورنيش ابدا. ايوه. استجري اقطع رقبته. استجري. استنى افتح لك كيس عصير. بص يابا، خد افتح لها الكيس ده. شطاطه ماشي. اصل نوع العصير ده انا بحبه بصراحه. لبست. بيبقى طعمه حلو. ودي ياما اهو. دوق يا ست العصير ده كده. عصير حلو جابهولي اهو. مين؟ انا اهو على مهلي. ماشي. هتحبيه جدا على فكره. اي كنت هتشرب شاي ولا ايه؟ انا كنت عامل شاي وكنت راجل لها شاي، قالت لي عايز اشرب شاي، عملت لها شاي والله. هعمل ايه؟ انا عارف انها مش بيسهرها، بس هي خلاص طالما فطرت عايزه شويه شاي. بس ايه رايك في العصير؟ حلو ساقع. تاكلي معاه كيكه؟ اجيب لك كيكه؟ بجيب
انت حاجه بقى يا اخويا، يا رب يبارك لك. استنى اديكي كيكه. بص يابا، هي فرحانه وسعيده. الشنطه دي فيها كيكاهات وزبادي وكده يعني. والله انا كنت عايز اجيب لك حاجه تانية مع الحاجات دي بس ما عرفتش بصراحه. بعدين بقى بعدين تسلم ربنا يبارك لك. نيرا اللي هتسلك في الحوار ده. نعم ياما. طب اشربي شويه كمان. لا اشرب انا جايب كتير، اشرب انت بس. هو جايبه ليكي. شويه. طب اشربي بس شويه. اشرب بس. حاضر. يا ستي انا جايب لك عصير كتير، انا عايزك تشربي بصي لحد ما تزهقي منه. لا والله العظيم ادي بس. يا رب يبارك. والله لسه كده كويس دلوقتي. ما انا جبت لها توينكيز وهوهوز وانواع تانية كده مش فاكر اسمها. يومين كده وتجيب البت وتيجي. حاضر يومين كده وتجيبي العيال الصغيرة. اجيبهم لك يا ست. خدي يما، خدي حته الكيكايه اهي. ايوه انا كليها بقى عشان من زياد اللي جايبها. انا اللي جايبها يا ستي. لسه بتقول لي والله ما فيش عندي غير سنه واحده اهي جنب الدرس دي بتلق خالص كده. ما انا عشان عارف ان قلت لها اخلعها لك، قالت لي لا هي سنده اللي جنبها. ما انا عشان عارف ان هي اسنانها مش احسن حاجه دلوقتي بسبب حكم السن وكده، فانا جايب لها حاجات طريه. لا هي عامه انا بجيب لها ايه جوافه. ايوه الحاجات الطريه. الحاجات اللي هي الطريه خالص دي. الله ينور عليك يا ست. اخواتك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله، كله زي الفل. يوسف يروح الدرس ما بيروحش؟ كله تمام. تمام يعني؟ منيره والماس كله تمام. يوسف دخل ثالثه اعدادي. بركه ادعي له بقى كده. بركه ربنا ينجحه. يا رب يا رب. اللهم امين. هو زياد ولا وادعي لي بقى يا ست بالله عليك. والله يا ابني بتدعي لكم كلكم والله يا ابني. زي كله انا كنت قاعد عمال اسمع لها دلوقتي والله الصور اللي هي حافظاها بتفتكرها تقولها على طول. اللي خلاص بقى لها فتره كده تروح في ايه ثانيه. ايوه انت كنت حافظها. كنت سامعها والله، كنت سامعها والله كنت بسمع لها دلوقتي. موت. واحده ورجلها. اثنين بس معلش. معلش. ربنا يديك الصحه يا ستي. ربنا يبارك لكم. الله يبارك لك. يا رب العالمين. ويخليكم يا رب. اللهم امين يا رب. تعيش يا زوز ربنا يبارك لك ويحفظك. يلا انا هقعد معاكم اليوم النهارده وبعد كده اروح ان شاء الله. ماشي يا عم ماشي. يعني انت قضيت مشوارك في الجامعه كده ولا لسه بقى هقعد معاكم النهارده ان شاء الله واروح بقى. لسه كام يوم كده وهنزل تاني ان شاء الله. لا لسه ياما، هو لسه جاي هيقعد معانا يومين كده وتوكل على الله. عنده حاجات بيخلصها في الجامعه. ادعي لي بقى يا ستي. ربنا ينجحك. الله يبارك لك. يصلح حالك يا اخويا. الله يبارك لك يا ستي. ايوه هتقوم خد كل الدعاوي ليك انت بقى. ايوه ادعي لي لا، كتير. يا اخوات. انا عايز دعاوي كتير. ربنا ينجحك يا رب. أيوة اللهم آمين دي يا رب. حصاله دي خلي بالك. ايوه انا عايز اقول لك دعوه الناس الكبيره لربنا على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لولا شيوخ الرقع وبهائم الرضع واطفال الرضع لكان صب علينا العذاب صب. ده حديث قدسي الرب العزه يعني. ايوه نعم يما. عندنا محمد. خلاص انا هسيبك تنامي بقى يا ست. يلا مش هنزهقك. يا رب ينجحك ويخليك ويكفيك شر المرض. اللهم امين يا ست يا رب. الله يبارك لك. ويطول عمرك يا رب. ربنا يا رب يا ست يديك الصحه يا رب. يطول عمرك. اللهم امين يا رب. عايزاك تفرقوني خالص. حاضر. ماشي والله كانت لسه بتقول للعيال هيجوا امتى؟ كان عماله تكلمني والله سبحان الله زي ما كنت اي خدمه. انا بتاع المفاجآت، انا بتاع المفاجآت الجامده. تعيش يا زوز تعيش. تسلم يا حبيبي ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب. عايز اقول لكم رجعت من الجامعه بقى، روحت خلاص. انا في البيت عندنا في اسكندريه، وخليل محمد دلوقتي بيعمل لي اكل. بيعمل لي اكل معاه احلى باميه بالعكوه. بصوا بيسخن لنا باميه دلوقتي وفيها عكوه، والعكوه دي انا بعشقها جدا جدا جدا. جينا لقينا امي عاملاها ربنا يبارك فيها يا رب. اللهم امين يا رب. عايز اقول لكم انا خلاص مفستك جدا جدا، يعني باين على وشي اصلا. المشوار برضه يا زياد. ايوه مشوار يعني طويل جدا. فالمفروض انا دلوقتي هاكل ان شاء الله ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. كلنا الحمد لله. نصب الشاي بقى. الكوبايه دي بتاعت خالي محمد. تعالى يا برنس خد الكوبايه بتاعتك. دي كوبايتك. تسلم ايدك. مروق عليك. انت عملت الاكل وانا عملت لك الشاي. اي خدمه. اقلب الكوبايه بتاعتي انا كمان. كله اندر كنترول. قلت بالمره بقى احلق كده واظبط نفسي عشان شعري محتاج ظبطه ودقني محتاجه ظبطه برضه. فهخلص حلاقه كده بقى وافرجكم على شكلي بقى في الاخر هيبقى عامل ازاي. خلاص خلصنا حليق. عايز اقول لكم انا الدقن لسه اول مره اخليها كده، ان انا اخليها كلها واحددها بس وتبقى تقيله يعني كده.
فقولوا لي ايه رايكم كده. دلوقتي بعمل حمام كريم عشان خاطر ايه كله يبقى زي الفل. عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله. طبعا خرجت انا والدكتوره نيره نجيب شويه طلبات للبيت ونجيب شويه فاكهه وحاجات. ان شاء الله الفاكهه شكلها حلو اهي. ايه؟ انا مش عارفه اجيب ايه. انا هجيب بلح حاجه. هاتي بلح رطب. واجيب بلح ناشف برضه. على فكره يا جماعه احنا البلح ده بناكله كده وبنعمله بسمنه بيبقى طعمه جامد جامد جامد. ايوه انا هجيب كتير اصلا عشان اخزنه في الثلاجه في الفريزر. اه. عشان حتى لما يخلص اقعد اكل فيه براحتي. عايزه منه 2 كيلو. ماشي. ما شاء الله انت هتخزني كتير قوي يا نير. لا هو ده مش كتير، ده كده كل ما ينزل تاني هجيب يعني حبه بحبه كده فاهم. ايوه انا هجيب اكتر. احنا اصلا برضك مالناش تقول عليه قوي للدرجه. يا عم بالله عليك عشان انا لو روحت واتفاجئت ان هو في حاجه مش هعتبها هنا كتير. لا هو كفايه بلح رطب بس. لا بلح ناشف عادي. تعالي بقى هات شويه خضار للبيت عشان احنا محتاجين شويه خضار. بص يا نيره. بطاطا. ايه؟ اجيب لكم بطاطا ابقى اعملها لكم. هاتي بطاطا انا بحبها. انا عايزه اجيب خضار كتير عشان مش بعدي السوق اخر كل سنه مره. فانا بص هاتي بطاطا وهاتي قته عشان بنحب القته برضو. وعايزين شويه بطاطس بقى حلوه. البطاطس هنا شكلها حلو. انا كنت اعمل لكم عشان اعمل لكم ما تجيبي يا نيره بتنجان وحاجات ونعمل محشي بكره ان شاء الله. لا انا بكره عندي درس. بعده. عندي درس. هو انت كل يوم عندك درس يا نيره في كل يوم ايه؟ عندي درس فعلا ما عدا 3 ايام او يومين. وهاتي طماطم. الطماطم شكلها حلو برضو. عبي بقى نيره شويه قته كده عشان بنحبها وبنتسلى فيها بالليل واحنا قاعدين اصلا. بحب القته الاوزي. كتري فيها. ايوه ما تجيبيش الكبيره دي. أيوة وحاولي ما تجيبهاش اللي هي البيضه دي عشان ما تبقاش حلوه. اللي هي المبيضه دي ما بنحبهاش. هاتيها خضرا وحلوه كده. الفلفل ده جامد. اللي عنده من ده كدابه ولا هتجيبي ايه تاني غير القته؟ بطاطا. حاولي بقى البطاطا ما تجيبهاش اللي هي الكبيره قوي دي عشان ما بحبهاش كبيره. هاتها الصغيره عشان احنا بنقشرها اصلا في الاخر وبناكلها كده. لا ده انا هروح اعمل لكم بطاطا بالعسل. لا انا هاكلها عن نفسي كده. فهاتي صغير كتير ما تجيبيش كبيره. ها؟ انا ما باكلهاش كبيره. انا باكلها نيه. انا بحب البطاطا نيه. بقشرها وبظبطها وبروح واكلها كده. كتري بقى نيره في الفلفل ماشي عشان احنا بنحتاجه كتير اصلا. احنا بناكله في الفطار، بناكله مع الكبده، بناكله مع اي حاجه. احنا عايزين نروح عند بس عطار عشان انا عايزه اجيب بقى رز وفاجي وحاجات عشان عندكم رز بسمتي رز بالخضار كبسه حاجه كده. بجيب لكم كوسه عشان اعملها لكم. انا بجيب كوسه عشان هعمل بيها ماسك شعر. ماسك لشعرك؟ ايوه. واعمل لكم بقى شوربه خضار برضه عشان تبقى اعمل لكم شوربه خضار اغذيكم. طب فكرني يعني. لا خلي بالك انا مهتمه بدراستي وبيكو وبشعري وكل حاجه. الله ينور عليك يا نير. ما انت بتفكر ايه انا بحس انا بجيب كوسه محشي. هو انا بجيبها صغيره فعلا. انا بجيب كوسه محشي. ده انا لو روحت بيها ستي هتاخدها مني تقول لي خليني افتح محشي. والله ما خليها هاخدها كبيره. اهم حاجه الجوافه تكون جامده. قلت كيلو والله. الفاكهه تتجف. بحب اجيب الفاكهه فريش يعني ناكلها النهارده مثلا كده وعادي او بكره. ايوه انا بس الشمس انا مش قادره اشيلها. ان شاء الله. طب استني كنت لك هنا بس استنى كده عشان لسه هنجيب حاجات. لسه في حاجات تانية هنجيبها؟ انا سرحت الصراحه. انا رايحه عند العطار وبعدين بقى ايه نروح يعني. يلا بينا. دلوقتي بقى يا جماعه الباشمهندس يوسف قال ان هو هيعمل لي ايس كوفي جامد. بصراحه يعني حاسسهم كده يعني حرانين كده والجو حر فلازم ارطب عليهم يعني انت دلوقتي هتروق علينا بايس كوفي متلج. ايوه. خد بالك انا ما بعرفش اعمله على فكره. يا اسطى انا عندي كل حاجه. بتقول ايه؟ سهل جدا. هو كوبايه وانا كوبايه. طب يا اسطى انا عايزك تعمل لي ايس كوفي جامد جامد جامد. انا هقول لك على حاجه. ايه؟ الناس عايزه تعمل واحد ماشي. انا هعمل انا وانت. هي هتعمل واحد وانا هعمل واحد. انت نشوف مين احسن. انت اللي هدوق الاثنين. هدول الاثنين بس الكوبايه اللي فيهم احسن هاخدها معلش. بص هو جايب يا جماعه 1 2 3 4 جايب 5 اكياس. جايب البيت كله. استنى بس كده كان في واحد مميز هنا انا جايبه ليك انت مخصوص. اللي هو الكلاسيك. بص دي واخده ليها ازاي. عيله نصابه. هو جايبه مميز. انا جايب كله فانيليا. على فكره انا بحب الفانيليا ده موت. بعشقه. والفانيليا ده بعشقه. انا جايب ده عشان اجربه عشان ده. وبحب الكوبايه تكون صغيره ما يكونش فيها حاجات كتير. جدا. وما شاء الله علقنا الستاير هنا اهو. الستاير ما شاء الله شكلها تحفه. تسلم ايد خالي محمد عشان هو اللي علق الستاير دي. اهم حاجه يا اسطى بص انا هقعد فوق هستناك تجيب لي الايس كوفي. طب بص بقى. ايه؟ احنا اول حاجه هننزل بها ايه؟ ستيتش.
الناس بتعمل ايس كوفي في المج اللي فيه ستيتش. بص هنحط ايه الكابتشينو هنا. أيوة. ما شاء الله الكابتشينو ده بيبقى كتير قوي. يعني بص هو مالك كوبايه حرفيا. اهم حاجه مش عايزك ايه تملى كوبايه لبن وكده يعني، لا ما تقولش. عشان انا بحب احس بطعمه والفوم بتاعه بحبه. بنحط بقى ايه معلقتين سكر عشان انت ما بتحبش السكر كتير. الله ينور عليك يا رماس. تتوقع مين يعمله احسن؟ رماس بتعرف تعمله متحمسه وانت بتعرف تعمله متحمس، فانا هقرر في الاخر مين بيعمله احسن. الحكايه يا جماعه اللي ما يعرفوش انا هعرفه عليها، ان لما تيجي تعمل كابتشينو وتعمله بقى وتقعد تقلب فيه عشان يعمل فوم، خلي الميه اللي هتحطها يعني تحط شويه ميه صغيرين مغليين. ليه؟ عشان السكر يدوب فيها، عشان لو ميه ساقعه مش هيدوب خالص. انت فاهمني ولا لا؟ انت ادرى يا اسطى، انا ما بيفرقش معاك الكلام ده، فاهمين. بس انا مش عايزه مسكر اهم حاجه. هات لك معلقتين سكر زي ما انت يا لهوي انا بحط معلقه واحده. اقسم بالله كانت بالصدفه، والله ما خدتش بالي. ما خدتش بالي بربنا. لا انا بحط معلقه واحده سكر. كابتشينو السكر ما بيبانش فيه قوي عشان هو فاهم انت كده. طب خلص يا اسطى في الاخر ماشي وفرجنا عليه. متحمس عشان دي ما تفكرش ان هي زيي، انا واحد بس مفيش زيي الحمد لله يعني. خلصنا الايس كوفي. ده بتاع طب مين؟ بص بتاع مين؟ هات قول ورايا، قول والله العظيم هقول الحق. يا اسطى مش هطبل لحد. قول والله العظيم نقول الحق. استنى ده بتاع رماية. لا اذا بقى عايزه من الاول. ما استنى ده الاول. حلو دور. وده حلو، الاثنين حلوين. لا اول حاجه هو في فرق بسيط بس. ده تقيل صح؟ ده الفوم بتاعه تقيل ومر حاجه بسيطه قوي، اللي هو حاجه بسيطه هامش كده. شوف وده طعمه عادي. يعني من احلى، يعني انت لو هتختار دلوقتي يعني بصراحه. لا انا بحب الحاجات المره شويه بصراحه. يعني بس ده حلو، انا شربت منه دلوقتي. ده لو مش حلو ما كنتش هشرب منه. ايش يا اسطى انا مش شايف بس كده. ايه رايك بالله عليك فيه؟ تسلم ايديكوا، تسلم ايديك يا رماس، تسلم ايديك يا يوسف حبيبي. يعني مش عارف اقول لكم ايه بجد. تسلم ايديكوا. مبارك عليكم وش ما بينكم وفي خير. كده يا جماعه ده كان اخر الفيديو بتاعنا. يوسف قال لي انا هرتب عليك كنت قاعد كده بايس كوفي، فانا حبيت اشارك معاكم اللحظه دي بصراحه. واقسم بالله انا ما اعرف هو ده اسم، بس المشروب ده انا بحب اعمله يعني. هو بس يعني اسمه ايس كوفي اصلا.